عايز تخسر فلوسك في اسبوع؟ اشتري متجر جاهز وانت لسه ما بتعرفش تبيع قلم. دي اكبر سبوبه بيقع فيها المبتدئين، ومريم كانت هتاخد الخازوق ده لولا اني لحقتها. تخيل واحده لسه بتقول يا هادي، وبدل ما تسال ازاي تبيع سالتني ما تعرفش حد يعمل لي متجر جاهز واشتري منه. هنا كان لازم تمسك فرامل وتسمع الكلمتين دول. الغلطه اللي بتضيع شباب كتير هي الاستسهال، فاكرين ان التجاره الالكترونيه هي ديكور، متجر شكله حلو ودومين شيك وشويه صور ومبروك انت كده بقيت تاجر. يا جماعه، المتجر من غير سيكولوجيه بيع ومن غير قناص شاطر عارف ينقي منتجه ازاي هو مجرد مخزن مهجور ملوش لازمه. لو دفعت مليم واحد في متجر وانت لسه مش عارف ازاي تعمل اوردر يدوي فانت مش بتستثمر، انت بتتبرع بفلوسك للنصابين. اتعلم الصنعه الاول وبعدين اعمل المحل. ما تقلبش الآية عشان ما تبكيش على فلوسك في الآخر. الخلاصة، الربح السريع كذبة، والوعي هو اللي بيعمل العملة الصعبة. ابدأ صح واتعلم الأول ازاي تطلع المنتج الرابح، وفي النهاية ما تنساش تابعني وخليك قناص.